أخي الحبيب، ماذا قدمت لنفسك في هذا الشهر الكريم وقد مضى ثلثه؟ بل ماذا قدمت لحياتك؟ سؤال يجب أن يطرحه كل مسلم ومسلمة على نفسه من أجل أن يقف على تقصيره ويستيقظ من غفلته. نعم، فالأيام تمضي سريعا، ومواسم الأرباح قد لا تتكرر على العبد مرة أخرى، وليس مع أحد ضمان أنه سيطول عمره ويتمكن من تلافي تقصيره، فالبدار البدار قبل فوات الأوان. تحياتي. أخي الحبيب، في رمضان تصفد الشياطين وتبقى النفس الأمارة بالسوء بغير عقال، فأحسن عقالها بتلاوة القرآن وطول القيام، فإنها إن غلبت أهلكت، وإن غلبت سكنت. لا تكن شيطان نفسك إن غاب شيطانك. فادعوا لبعضكم البعض، وتوسلوا إلى الله لشفاء فلان ورزق فلان وقضاء دين فلان. تقربوا إليه بلهفة على أحبابكم وملء صدوركم بحاجاتهم، ثم عمموا، فلربما يطلع الله عليك مشغولا ومتلهف بأمر أخيك لتفريج كربته، فيعطيك ويعطيه. تحياتي.